فعنوان خطبتنا اليوم قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيا عباد الله، فمصائبنا التي نمر فيها والآلام التي نعيش فيها من فقدان الأرواح وانتشار الوباء وغلاء الأسعار في الأسواق وصعوبة في المعيشة وصعوبة في المراجعات والمذاكرات والحفظ والفهم، بكل صراحة هي من صنع أيدينا. يقول الإمام القتادة رحمة الله عليه: بلغنا أنه ما من رجل يصيبه عثرة قدم ولا خدش عود أو كذا وكذا إلا بذنب أو يعفو، وما يعفو أكثر. ويقول ابن عباس رضي الله عنه تفسيرا لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال: يعجل للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذون بها في الآخرة. أحبتي في الله، ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.